تشنجات في الجهاز الهضمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقالي يا جماعة ما بنزلش فيديوهات بسبب ايه؟ كان عندي مشكلة جامدة جدا مع اولادي، حصل لهم تشنجات وربنا يعلم الدنيا كان ماشية عاملة ازاي، ولا كنت فيه اعصاب اصلا اصور او اطلع من في اي فيديوهات. اول حاجة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وقبل ما نبدأ كلامنا نصلي على النبي. الفيديو النهارده بيتكلم عن ايه؟ مختلف عن اي فيديوهات خالص. النهارده اللي جايبه لكم دواء بيعمل تشنجات للاطفال. انا النهارده رحت جبته من الصيدلية عشان خاطر اولادي كان عندهم برد، ما جبته. انا الدواء مزيل للبلغم، انا خد الدواء ده. خدت الدواء ده معرفش اعراضه ايه، طبعا الاعراض بره مش موجوده، الاورجيتا جوه وما قاليش على الاعراض، يعني هو بعد الدواء ما قاليش على الاعراض، وده اكبر غلطه احنا بنعملها. المفروض او بناخد اي دواء بنشوف اعراضه ايه عشان ما نقعش في المشكله اللي انا وقعت فيها. انا ابني كان هيموت مني بسبب الدواء ده، حصل له تشنجات وحصل له تشنجات في ايديه ورجليه وبقه، ودخلت في مشاكل تانية كتيره قوي فينا الشر يا رب، ومحد يا رب يشوفها في اولاده خالص ولا في نفسه. النهارده انا جايبه لكم الدواء اللي بيعمل تشنجات. بقول لكم يا جماعه اوعى حد فيكم ياخده عشان ما يخش في المشاكل اللي انا دخلت فيها وعيالي، وهوريكم انا عيالي بصت ايدهم عامله ازاي والتشنجات كانت فيهم ازاي بالصور كمان. وعلى ما رحت للدكتور الله يبارك له لحقني الحقن ليه واعطاني ادويه للتشنجات لحد ما ايديه ما فكت وبقه، يعني ربنا يعلم. انا شفت ايام ربنا يا رب ما يوريها لاي حاجه. اقول لكم الاعراض الجانبيه بتاعت الدواء ده ايه. يتم استخدام المنتج في حالات الحاجة الطبية وتحت إشراف مباشر من الطبيب. واخدين بالكم من الحتة دي؟ تحت إشراف مباشر من الطبيب، يعني المفروض إن الدواء ده ما يخرجش من الصيدلية غير تحت إشراف طبيب. تمام؟ المفروض إن الصيدلي يبقى متأكد الأول إن في طبيب كاتب الدواء ده عشان خاطر الأعراض الخطيرة اللي فيه. تمام؟ والمفروض يعني المفروض أصلا الدواء ده أصلا يعني بيعمل تشنجات. أنا دخلت في مشاكل تانية مع الدكتور مخ وأعصاب، ودخلت في مشاكل تانية كتيرة. أنت لو شفت أصلا ابني كان ما بيقدرش يمشي على ايديه ورجليه، وحالة تشنجات وترجيع وما فيش حاجه بتعمل، لا مشاكل ربنا يا رب يوريها لحد تعب. فعشان كده بقول لكم يا جماعه الدواء ده من غير ما الدكتور يقول لكم عليه، وتتاكدوا قوي يعني منه، وفي نفس الوقت زي ما قلت ما ينفعش بجد. على البدل اللي انا شفتها اقول ما ينفع، المفروض يبقى فيه بديل غيره. وشكرا لكم يا جماعه. الدواء ده بيعمل تشنجات في الجهاز الهضمي، وعلى متابعتكم معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.